السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنبدأ مع بعض كورس تعليم الكروشيه، وفي الكورس ده بإذن الله هنتعلم كل حاجة تخص الكروشيه. ان شاء الله هنتعرف مع بعض على مجموعة من الادوات اللي هنستخدمها في الخيط. فمثلا الخيط ده اسمه إليزا ديفا. إليزا ديفا ده فيه منه فتلة رفيعة زي اللي ماسكة ده، او إليزا ديفا بلس ده فتلته بتكون سميكة شوية. اما لو هنتكلم عن الابر اللي احنا هنستخدمها، ففي منها الستانلس وده احجامها كتير يعني، وعندنا برضو السيليكون، وبرضو في منها مقاسات بتكون جميلة كده ومريحة في الشغل على الايد يعني، مريحة في الشغل. برضو زي ما قلنا بيكون فيها منها مقاسات كبير وصغير، هنشوف ايه بتبقى مقاس الابرة على حسب الخيط اللي احنا هنستخدمه، بيتحددوا على حسب الخيط. اما الخيط ده فاسمه اسمه هيمالايا. والخيط ده انتي بيلينج يا جماعة، يعني مش بيوبر، بيكون جميل جدا في الشغل. ده غير نعومته يعني بيكون حلو خالص، فتلته حلوة كده، ولا هي سميكة ولا هي رفيعة. والخيط ده اسمه إليزا بيبي. إليزا بيبي ده الفتلة بتاعة الخيط ده بتكون رفيعة. اما دول بقى فدول الماركر اللي احنا هنستخدمهم باذن الله علشان خاطر نحدد بيهم الغرزة بتاعتنا، يعني وقت ما نيجي نشتغل في حاجة معينة هنبقى محتاجين ان احنا نحدد الغرزة، فهنستخدم الماركر ده عشان ان شاء الله نحدد الغرزة عشان نعرفها. وطبعا لا غنى في شغلنا عن المقص، بنستخدم فيه المقص طبعا. وفي بعض الخيوط طبعا بنبقى محتاجين نستخدم معاها الولاعة عشان نعرف نفصلها عن الفقرة الكبيرة. الخيط ده بقى اسمه خيط القطيفة، ده بيكون جميل جدا في الشغل. والخيط ده بقى اسمه خيط الكليم، ده بنستخدم معاه الإبر الكبيرة، بنشتغل به تصاميم كتير بتكون جميلة. والخيط ده اسمه خيط السلسلة، ده بيكون جميل جدا في الشغل، ده غير اللمعة بتاعته بتخلي التصميم في حتة تانية بجد، يعني بتخلي التصميم شكله جميل جدا. ان شاء الله هنكمل مع باقي مجموعة من الخيوط وباقي المجموعة من الادوات، ان شاء الله هعرفكم عليها في الفيديو في الجزء الثاني. انتظروني ان شاء الله الجزء الثاني.